السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرور السعودي يضع غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال لكل من يوجد لديه هذا الشيء داخل سيارته. أهلا وسهلا بكم في القناة. الغرامة بتكون ما بين 500 و 900 للي يحصل معاه كل اللي احنا نقول عليه دلوقتي. أول حاجة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، سير المركبة بدون لوحات، وفي الحالة دي بيبقى مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة. سير المركبة بدون لوحة خلفية، نفس الكلام مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة. استخدام لوحة غير عائدة للمركبة مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة. استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة زي التجهيزات الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ. طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة. قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها. تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. وإن شاء الله بنكمل المخالفات اللي موجودة تبع المرور في فيديو تاني. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.